تأخر الكلام بقى من المشكلات اللي بتواجه كتير من الأمهات سواء في مصر أو في الوطن العربي. ممكن ده يرجع بسبب استخدام السوشيال ميديا واستخدام الموبايلات والتلفزيون وانشغالنا بالحاجات اللي هي الكترونيكس عن التواصل ما بيننا وما بين بعض. فده أنا شايفه يعني عاد بالسلب أو نتيجة سلبية على التطور اللغوي عند الأطفال. معظم الحالات في الحقيقة بتكون حالات حميدة طالما الطفل بيسمع كويس بيتواصل معانا، الاي كونتاكت بتاعته كويسة، النمو بتاعه الحركي والعقلي سليم. لكن في بعض العلامات الخطيرة اللي احنا بنسميها ريد الارم او يعني علامات حرجة لازم نخلي بالنا منها، لان دي بتحتاج تدخل مبكر عشان لا قدر الله اهمالها ممكن تدخل الطفل في مشاكل وفقدان للسمع والنطق لمدى حياته. الحاجات الخطيرة اللي احنا نخلي بالنا منها، اول حاجة ان احنا نتأكد ان الطفل المتأخر في الكلام بيسمع كويس جدا. خلاص، بشوف اطفال كتير، حتى انا شفت حالات عنده سنتين وما بيتكلمش خالص، بنيجي نعمل ABR او مقياس سمع، بيطلع الطفل ده عنده مشكلة في السمع منذ الولادة ولم يتم اكتشافها. وانا لما بقول نعمل قياس سمع او نتأكد من السمع بتاع الطفل، انا متاكد ان الطفل ممكن يكون بيسمع لكن مش بيسمع كل ترددات الصوت. الصوت له ترددات كتيره جدا، ممكن يكون بيسمع ترددات معينه وما بيسمعش ترددات تانية، وده ممكن ياثر على السمع وبالتالي ياثر على النطق عند الطفل. الحاجه التانية لازم نتاكد من النمو الحركي عند الطفل ده بشكل سليم. يعني الطفل قعد في ميعاده قبل نهايه الشهر التاسع، وقف في ميعاده قبل عمر سنه، بدأ يمشي في ميعاده قبل عمر سنة ونص، تمام. ثبت راسه كويس على عمر 3 شهور او 4 شهور كويس. خلاص. الحاجة الثالثة رقم 3 ان احنا نتأكد ان الطفل ده النمو العقلي بتاعه سليم. الطفل بيفهم كويس، بيفهم الاوردرز او الاوامر اللي انا بديها له، بيستجيب للاستنتاجات، بيلعب كويس، تمام. الحاجة رقم 4 التواصل ما بين الطفل والانفايرومنت او البيئة اللي حواليه. يعني الطفل بيستجيب للمؤثرات اللي حواليه، بيستجيب للاطفال الاخرين، بيلعب معاهم بشكل كويس، مش انطوائي، تمام. لان طبعا دي ممكن تكون من علامات التوحد ان الطفل يكون منطوي، مش بيتواصل كويس مع الاشخاص الاخرين اللي حواليه، لا يطيع الاوامر بشكل كويس، يعني بيطيع امر واحد او كده، ما يقدرش يعمل حاجه تاسك معينه او مهمه معينه. ده الطفل ده ممكن يكون عنده طيف من اطياف التوحد. الحاجات دي حاجات أساسية لازم نتأكد منها. وكمان اللسان اللازق أو اللسان المربوط لازم نتأكد، لأن ده إن لم يؤثر على النطق بصفة عامة ممكن يؤثر على مخارج بعض الحروف. الطفل يبقى عنده لتة، يبقى عنده مشكلة في نطق بعض الحروف. لو الطفل عندك عنده حاجة من الحاجات دي، من الأربع حاجات اللي أنا قلتها، لازم نكشف ونطمن على الطفل إنه يكون كل حاجة عنده سليمة قبل ما نفكر ونقلق من موضوع النطق. لو الفيديو ده عجبك يا ريت نعمل مشاركة للفيديو على صفحاتكم، ولو عايزين تشوفوا الفيديو بجودة عالية تابعونا على قناتنا على اليوتيوب دكتور عيالي محمد عبد الحليم. ولو عندك أي استفسار أو سؤال بالنسبة لي سيبيه تحت في التعليقات، وإن شاء الله جاوب على كل أسئلتكم. أشوفكم إن شاء الله الفيديو القادم، أشوفكم على خير، مع السلامة.